بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله هعمل لقمة القاضي أو الزلابية. يلا بينا أقول لكم على المقادير ونشوف الطريقة مع بعض. معايا هنا كوبايتين من الدقيق ومعاهم معلقتين كبار من النشا. دي الخميرة أنا اختبرتها اهي في نص كوباية مية ورشة صغيرة كده من السكر وقطعة خميرة قد حجم الليمونة زي ما انتم شايفين كده. هي خلاص كده تمام. معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من السكر، رشة ملح صغيرة، ومعلقة صغيرة من الكيك شيف. وطبعا معايا مية للعجن، مية عادية خالص من الحنفية. يلا بينا نبدأ على بركة الله. بضيف المواد الجافة كلها على الدقيق، معلقة من الكيك شيف ومعلقة من السكر ورشة ملح صغيرة. نضيف معلقة الخل، وبضيف الخميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باخد حبة من المية كده في المج جنبي وهبدأ أعجن بقى. طبعا أنا هحط مية شوية بشوية كده لحد ما اوصل للعجينة المناسبة اللي انا عايزاها. هكملها عجن وتشوفوها معايا زي ما انتوا شايفين كده. انا ضفت لها كمان نص كوباية من المية، يعني كده اخدت كوباية وشوية من المية، يعني ما كملش ربع كوباية وربع من المية. هكملها عجن بقى وتشوفوها معايا. دي العجينة اهي بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين كده، بقت تمام اهي، ناعمة وزي الفل. هغطيها بقى واسيبها تخمر، وبعد ما تخمر ان شاء الله وابدا اشتغل فيها هوريها لكم. يلا بينا نعمل الشربات. مقادير الشربات: كوبايتين ونص من السكر، 3 كوبايات من المية، معلقة كبيرة من عصير الليمون بالمج بتاع الشاي ده. انا عيرت السكر والمية بالمج ده بتاع الشاي. كوبايتين ونص من السكر، 3 كوبايات من المية، ومعلقة كبيرة عصير ليمون، وهضيف معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. لو ما عندكيش ما فيش مشكلة. برفعه على النار واسيبه يغلي لمدة 10 دقايق، وبعد 10 دقايق بيكون استوى وبطفي عنه. دي العجينة بعد ما اختمرت اهي زي ما انتوا شايفين كده. وده الشربات اهو بعد ما استوى وطفيت عنه وسبته لما برد. ودي مية، انا ببل المعلقة كده في مية وباخد بها العجينة، وبعد ما ببلها بمية وباخد بها العجينة بنزل بها في الزيت. يلا بينا نبدأ نعمل لقمة القاضي سوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بعمل العجينة بالشكل ده كده، بطلع منها الهواء اللي جواها علشان اعرف اتحكم في العجينة وامسكها. بطلع الهواء منها بالشكل ده كده وابدأ امسكها بايدي، واخد بقى بالمعلقة منها كده واحط في الزيت. بسم الله. ببل المعلقة مية، ممكن تبليها مية او تبليها زيت ما فيش مشكلة. باخد بالشكل ده كده وبحط في الزيت. اسهل حاجة تعمليها لقمة القاضي، واقتصادية موفرة وحاجة حلوة وسهلة جدا وخفيفة. الاولاد هيحبوها قوي. طبعا بتبقى مرمشة كده وجميلة. هكملهم بقى كلهم بالشكل ده وبعدين تشوفوهم معايا. دي الكمية اللي انا عملتها اهي زي ما انتوا شايفين. ببدأ اقلبها بقى في الزيت كده مع التقليب المستمر عشان كلها تاخد لون واحد. لازم تقلبيها كل شوية. بعد ما اخدت لون بالشكل ده كده مع التقليب المستمر بطلعها بقى من الزيت وانزل بيها في الشربات. بصفيها طبعا من الزيت كويس، وبعدين بنزل بيها في الشربات كده بالشكل ده، وبقلبها بقى مع الشربات كده دقيقة كده ولا حاجة، وبعدين اطلعها احطها في مصفى تصفي السكر الزيادة. وبعد ما اخلصهم بقى كلهم كده ان شاء الله هتشوفوهم معايا في طبق التقديم.
ودي لقمة القاضية اهي بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين، او الزلابية شكلها حلو وريحتها حلوة وطعمها احلى. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.